يبقى مكرمل، وهيدي طعم حلو قوي للفراخ، او ممكن لو عملتيها مع اللحم برضو هتبقى حلوه قوي. بدأت ان انا كده اغطيها بقى على النار. عندك طبعا غطا تعمليها تمام، يعني غطا مخصص يعني، بس انا كنت عاملاها كده في صينيه البسبوسه دي، وما كانش عندي طبعا حاجه اغطي بيها غير ان انا اعمل بالورق الفويل. بدأت ان انا كده اقلب، وخلاص اصلا الوصفة بدأت تدخل معايا في ان هي تدبل وتبدأ تستوي كده. وطبعا هعمل عندي شوية مكرونة بالصلصة، واخدت كده كام معلقة كده حطيتهم على الفراخ بتاعتنا دي وعلى الوصفة بتاعتنا. جميلة جدا يا جماعة، بصوا والله اكله في منتهى السهوله، مش هتخليكي تقفي كتير في المطبخ. في الحر اللي احنا فيه ده عايزين ننجز ونعمل وصفات سريعه كده، عشان يعني الجو ما يتحملش بصراحه وقفه المطبخ والحر. تمام كده، هبدأ بقى ان انا ادخلها الفرن، تاخد شويه كده تشميعه كده من الشوايه، وكمان هسيبها شويه زي ما انتوا شايفين كده بقى. شوفوا الكرملت بقى وبقت شكلها عامل ازاي، واللون، الطعم بقى والريحه خطير. عملت شويه صلصه كده، انا ما عملتش المكرونه حطيتها في قلب الصلصه، لا انا حطيت المكرونه عادي في الطبق، وحطيت عليها شويه صلصه فوق الوش كده وقلبتهم. جميله جدا. تعالوا بقى نشوف كده الفراخ بتاعتنا. بصوا شويه دول بقى تغمسي بيهم كده بعيش بلدي، تحفه يا جماعه. يعني الاكله ممكن كمان لو انتي مش حابه تعملي جنب الفراخ مكرونه او رز او اي حاجه، ممكن تاكليها بالعيش. بصوا بقى الفراخ شكلها عامل ازاي، خطيره. جنب المكرونه بقى انا عملت مكرونه عشان الاولاد، جميلة جدا. المكرونة بتاعتي انا بعمل الصلصة بضرب الطماطم والثوم مع البصل في قلب الخلاط، واسيبهم يتسبكوا، تبقى بصراحة جميلة جدا. بصوا الفراخ جميلة مستوية، ويعني والطعم حكاية. شوية البصل بقى والخضار دمن تغمسوا كده، تحفة. اذا وصلتي بقى الفيديو لغايه هنا متنسيش اللايك. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.